السيدات والسادة، مرحبا بكم في نشرة أخبار كوكب الأرض. نبدأ إليكم بأبرز العناوين. القط كرامز أكبر قط حجما في العالم. مشكلة في السماء بسبب قبعة ترامب. غضب في الشارع بسبب وفاة السنجاب المعروف باسم بينت. والآن إليكم التفاصيل. تعرضت 10 مكاتب تابعة لوزارة الحفاظ على البيئة في ولاية نيويورك للتهديدات يوم الاثنين 4 نوفمبر لسنة 2024 مع تصاعد الغضب بشأن مقتل السنجاب الشهير على الإنترنت. بدأت قصتهم منذ 7 سنوات تقريبا عندما صدمت سيارة في مدينة نيويورك أمه، حيث تبناه مواطن أمريكي اسمه مارك لونغو، وبدأ برعايته منذ ذلك الحين. تم القتل الرحيم للسنجاب بعد أن تم الكشف عليه صحيا من حملة حكومية ووجدوه مصاب بداء الكلب، كما أعرب آخرون عن استيائهم وتبرعوا حتى الآن بأكثر من 180 ألف دولار لعائلة لونغوس، وذلك تكريما لهم عن رعاية السنجاب الشهير. والآن مع ثاني الأخبار، ولكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتتمكنوا من متابعة جميع الغرائب بالعالم. تم طرد امرأتين من رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو بعد مشادة كلامية بسبب قبعة مكتوب عليها MAGA، والتي ترمز لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهو اختصار شعار حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. قالت صحيفة الجارديان أن الحادثة وقعت يوم السبت 2 نوفمبر لسنة 2024، بينما كانت السيدتان اللتان تبلغان من العمر 40 و60 عاما تستعدان للصعود على متن الطائرة المتجهة إلى أوستن بولاية تكساس. عندما اندلع الخلاف بينهما، تبادلت السيدتين اللكمات اللتين حجزتا للسفر في الدرجة الاقتصادية الممتازة قبل أن ينتهي بهما الأمر إلى مواجهة بعضهما البعض في المقصورة. وعندما طلب قائد الطائرة المساعدة، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث لمرافقة الركاب من الطائرة، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، لكن كلتا السيدتين ادعتا الشجار ضد الأخرى. والآن مع الفقرة الختامية. تمتاز القطط بالرشاقة والمرونة وقدرتها على القفز واللعب بخفة، ويتراوح وزن القطط من السلالات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما بين 3.5 إلى 5.5 كيلوغرام، بينما تزن السلالات الكبيرة الحجم ما بين 6 إلى 8 كيلوغرام. وعلى غير المعتاد، اكتسب القط كونرامبز صاحب وزن 17 كيلوغراما وزنا زائدا للغاية جعله غير قادر على الحركة البسيطة أو المشي الطبيعي. ويعيش القط الآن بسبب حالته في أحد المستشفيات الروسية، في حين يحاول الأطباء خضوعه لنظام غذائي صحي لإعادته لوزنه الطبيعي. إلى هنا أصدقائي الأعزاء تنتهي نشرة أخبار اليوم، ولكن لن تنتهي الأخبار. اشتركوا بالقناة حتى تتمكنوا من متابعة المزيد.